السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تبقوا بألف صحة وخير ان شاء الله. النهارده هعمل معاكم الطعمية البيتي في البيت. سهلة وسريعة وبسيطة ونظيفة طبعا، واحسن وانضف من بتاعت بره بمراحل. هنحط عليها كمان مكون هيخليها هشة جدا جدا، وكمان بيزود في الكمية. اغلب محلات الطعمية بره بتحطه، بس طبعا بيبقى يعني مش كويس، بطريقة مش كويسة يعني. احنا النهارده هنعمله مع بعض بطريقة حلوة ونظيفة وجميلة جدا، هتعجبك ان شاء الله. لو كنتوا اول مرة تشوفوا قناتي يا ريت تشتركوا فيها وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد انزله، وتقولوا لي رأيكم فيه ايه. زي ما انتم شايفين انا معايا قد مج فول مدشوش، انا غسلته كويس قوي زي ما انتم عارفين، عشان بيبقى في عند العطار او المبيدات المرشوش بيها الفول في الارض. نغسله كويس قوي 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 كذا مرة، ونقعته قبلها بليلة. ومعايا بصلاية صغيرة كده، وبصلاية خضرة، وكم فص توم. وهنحتاج حبة خضرة، طبعا الخضرة على حسب كمية الفول، يعني ما تكتر، يبقى الاتنين يبقوا ايه مناسبين لبعض. والفول والخضرة والبصل لو عايزة تزودي في الكمية بتزودي في كل حاجة معاكي. انت حسب عدد افراد الاسرة، او لو انت عايزة تكتري مثلا تحطيها في الفريزر وتاخدي على طول. في ايدينا انك نكتر او نقلل. انا عملت الكمية دي، وبصراحة كانت ادتني كمية كبيرة قوي وكانت حلوة ما شاء الله. انا معايا اهو زي ما بوريكم الخضره والفول. والكبه بما انها صغيره احنا هنمشي باي حاجه عندنا، مفيش اي مشاكل. لو عندك واحده كبيره بتحطي كل الكميه دي على بعضها وبتعمليها مره واحده. انا عشان بس الكبه بتاعتي صغيره فهعملها على مرتين. اللي عندنا هنمشي بيه ومفيش اي مشكله. اقطع البصل عشان اسهل معايا الفرم، عشان احط طبعا مع كل حبه، مع كل لفه يعني احط حبه بصل وحبه توم. مش بنحط ملح خالص دلوقتي، ومش بنحط كزبرة ولا كمون ولا اي حاجة. بنحطها وقت ما بنيجي هنحمر الطعمية. يعني هتقولي لي ليه مش حاطة التوابل دي؟ لا، مش بحط دلوقتي خالص، عشان لو هحطها في الفريزر ما يمررش معايا العجينة. بحطها وقت ما انا هبتدي احمر. وبرضو هقطع الخضرة عشان تسهل معايا ان انا ايه احط حبة فول، حبة بصل، حبة توم، حبة خضرة، تبقى الدنيا متسهلة معايا. عشان بس الكبة صغيرة. هحط حبة فول اهو زي ما انتم شايفين، وهحط حبة خضرة وحبة بصل، واديها لفة كده. اديها لفة في الكبة. طبعا احنا مش هنديها لفة واحدة بس، احنا ايه بس لازم الاول كده نفرم المكونات ونقلل حجمها عشان نعرف لما نيجي نحط المكون اللي بقول لكم عليه هنديها لفة تاني معاها. فنديها بس كده لفة كل الفول اللي معايا ده، الكمية كلها. وابتدي افضيها في بولة، ونبتدي نلفها تاني. بصوا، حابه اوريكم. بصوا هي مش يعني هي ما اتطحنتش على الاخر يعني، لا هي لسه. وبرضو اقلب كده عشان لو في حاجه من فوق تنزل وتتضرب كويس قوي. ما تبقاش لسه في كام فوله كده تبقى لسه ما تضربوش اصلا، لا احنا عايزين كل حاجه تتضرب. بعد ما خلصت الكميه كلها اهي معايا. بصوا، حابه اوريكم انها لسه يعني لسه. بصوا هي بس انا يا دوبك ايه ضربتها ضربه واحده كده. بصوا يعني محبحبه كده شويه. هبتدي بقى ايه هنحط المكون اللي بيحطوه كل المحلات بتاعة الطعمية بره، بس طبعا بيبقى مطرب مش نظيف. يعني الله اعلم برضو. احنا هنا بقى في البيت هنحطه بس نظيف وهيكتر الكمية وهيخليها هشة جدا جدا وانتي بتحمريها. هو رغيف العيش. بنجيب رغيف عيش مبلول، نبله كده في المية، وبعد كده نصفيه من المية كويس قوي. وبعد كده نبتدي نحطه. الكمية دي هتحتاج رغيف واحد بس عيش. انت لو هتكتري الكمية كتري برضو العيش. ده بيخليها هشة جدا جدا جدا، وكمان بيزود الكمية معايا. هبتدي برضو اخد جزء جزء، ومع كل جزء هديله لفة في الكبة. هحط معاه يعني قطعة من العيش المبلول زي ما انتم شايفين كده. وانا معايا كمان حبه ميه، يعني هي كوبايه ميه، بس انا مش هستخدم الكوبايه طبعا كلها. بتسهل عليا لف العجينه في الكبه اهي. احنا طبعا مش هناخدها كلها، مع كل حبه طعميه هنحطهم حبه عجينه الطعميه. هدي شفطه كده مثلا معلقتين كده كبار مثلا ميه، هتسهل عليا قوي في اللف العجينه. بصوا سهلت ازاي. بس كده خلصت العجينه وخلصت وصفتنا، وطلعت معايا احلى. زي ما قلت لكم اهو، بصوا شوف ما خدتش الميه كلها.
طلعت معايا احلى عجينه طعميه، تحفه جميله جدا وهشه ونظيفه وسريعه وبسيطه، وما خدتش والله معايا اي مجهود، وطلع تحفه وطعمها حلو قوي. يا رب يكون النهارده الفيديو عجبكم واستفدتوا منه، وقولي رايكم فيه ايه، وجربوها وهتدعوا لي ان شاء الله. شكرا ليكم وشكرا لمشاهدتكم الفيديو، ويا ريت تدعموني بلايك واشتراك وتعليق يشجعني انزل لكم فيديوهات تانية كتير 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 كتير. شكرا ليكم، واستنوني في كل فيديوهات سهلة وسريعة وبسيطة. مع السلامة.